السلام عليكم يا أحلى متابعين. النهاردة هنكمل معاكم باقي حلقات مسلسل الطبيب المعجزة. قبل ما نبدأ تعالوا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونفتكر مع بعض أهم أحداث الحلقات اللي فاتت. شفنا الدكتور المتوحد علي بعد ما اتعلم حاجات كتيرة من تعامله مع الناس وأصحابه، ومش هو بس اللي اتعلم لكن هو كمان علمهم حاجات ودروس كتيرة، وقدر إنه يغير رأي كتير منهم فيه، وبقوا مقتنعين بيه على المستوى الشخصي وكمان على المستوى المهني، لأنه قدر ينقذ حالات كتيرة وبقى كل يوم يقرب أكتر من زميلته نازلي. وهي كمان كانت بتبادلوا نفس الشعور، وحاولوا هما الاتنين انهم يهربوا من احساسهم ده، بس في الاخر استسلموا واعترفوا لبعض بحبهم. بعد ما حياة علي بدأت انها تستقر، ظهر والده السيد حكمت وهو مريض وترجاه انه يسامحه ويتكلم معاه. علي كان رافض الفكرة خالص بعد كل اللي شافه منه وهو لسه صغير، فكان والده دايما رافض اختلافه وبيضربه. ولما احمد مات اتهم علي ان هو اللي قتله وفضل يناديه بالقاتل وطرده من البيت، واخد دكتور عادل وداه الملجأ، وعاش علي مأساة كبيرة بسبب والده. لكن مع اصرار والده واحساسه بالندم قرر علي انه يديله فرصه تانية، وكان قراره ده غلطه، لان والده حتى وهو على فراش الموت فضل يناديه بالقاتل، وقال له انه كان بيتمنى انه يموت بدل ابنه وحبيبه احمد ويخلص منه من مرضه. وما قدرش علي يستحمل الكلام ده تاني، وراح على اوضه فاضيه سد ودانه وجات له نوبه هلع، فجريت نازله عليه وحاولت انها تهديه. لو عاوز بقى تشوف باقي الاحداث كامله انزل في صندوق وصف الفيديو، هتلاقينا حاطين لك لينكات الحلقات اللي فاتت، اتفرج عليها بالترتيب وارجع لحلقة النهاردة علشان تفهم الأحداث ماشية ازاي. وما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله. هدي علي ونام وحلم بأخوه أحمد وهو بيقول له إن الوضع اتغير وبقى والده هو الضعيف وهو القوي بعلمه ووظيفته كطبيب، فهل هيردوا له اللي عمله معاه وهو صغير؟ وصحي علي من النوم وهو بيفكر المفروض يتصرف ازاي، وقام مرة واحدة راح على أوضة والده ودخله والده، واول ما شافه طرده من الاوضه وفضل يقول له كلام يضايقه. فقال له علي انه وفى بوعده لاخوه بقى دكتور بالرغم من كل الاهانه اللي شافها منه، وهيرد كل الحاجات الوحشه اللي شافها منه بالحسنه وهينقذ حياته، وسابه ومشي. وحاولت ناظر انها تقنع علي بانه يبعد عنه ويسيبه يعيش اللي فاضل من حياته لوحده، لكن علي رفض وراح على اوضه الدكاتره وحاول انه يدور على علاج لحالته. فراحت نازل الفرمان وطلبت منه يتكلم مع علي ويقنعه انه مفيش علاج لوالده ممكن يعمله له، وفعلا نجح فرمان في انه يقنعه. لكن علي لما رجع البيت حلم باخوه احمد تاني وهو بيطلب منه انه ينقذ والدهم، فصيح علي مفزوع وجري على المستشفى سأل على والده، ولما لقاه لسه عايش كان هيرجع للكتب علشان يلاقي له علاج، بس لقى فرمان قدامه فخاف ورجع. وكان دكتور عادل عند حكمت في الأوضة بيلومه على اللي عمله مع علي وإنه مصمم يأذيه لحد آخر لحظة في حياته، وسابه ومشي. وحاول حكمت إنه يقوم من على السرير علشان يرجع لبيته، بس حتى ما قدرش يقف واستسلم للوضع ونام. فخرجت والدة علي تدور عليه، وكانت نازلة اليوم ده في العيادة مع داملة، وكالعادة بيتجادلوا مع بعض. فوقع ولد على الأرض وجريوا عليه يشوفوه، أما علي فكان مشغول بحالة سيبال اللي عندها فقدان شهية مزمن ومش بتاكل أبدا لدرجة إنها بقت نحيفة ودخلت وبقت مش قادرة تقف، فأخدها زوجها ترك على المستشفى. وبعد ما كشفوا عليها عرفوا إنها محتاجة عملية قلب مفتوح، بس في حالتها الصحية دي كان صعب إنها تعمل العملية. وفضل ترك يترجاها إنها تاكل بس ما قدرتش. فاتدخل علي وسألها كانت عايشة إزاي وقت ما كانت حامل في ابنها. قالت له إن كان نفسها جدا في طفل فكانت بتاكل بالغصب، فاقترح عليها إنها تخلي ابنها قدامها وتاكل بنفس الطريقة. وبنرجع تاني لنازلي وداملة اللي أخدوا الولد على العمليات علشان ينقذوه، لكن منعها دكتور تانجو من إنها تدخل العمليات، فوقفت تتفرج من فوق. وراحت بعدها مع فرمان على أوضة حكمت، وكان قلبه وقف لكنهم لحقوه بجهاز الصدمات. وكان علي واقف وشاف كل حاجة، فحس إن والده ما ماتش لأنه مستنيه ينقذه، فراح على كتبه ودور على علاج وفضل على الحال ده لحد ما لقى فكرة مناسبة، وجري من دكتور عادل علشان ما يمنعهوش. بس لما عادل راح وراه ما قدرش يخبي عليه وقال له الفكرة اللي لقاها، فسكته عادل وقال له ان والده ما كانش جاي علشان يتعالج لكن علشان يودعه ويخليه يسامحه، بس كتر الشر اللي جواه منعه من انه يعمل كده، وطلب منه دكتور عادل انه يسيبه يموت في هدوء. وكانوا مخبيين خبر وجود حكمة والد علي عن طنجو، واول ما عرف راح للدكتور عادل وسخر من اللي بيعمله، وانه حول المستشفى الفندق لعائلات الدكاترة، فطلب منه عادل انه يتكلم معاه بطريقة كويسة وما يتدخلش في اي حاجة ما تخصهوش. اما علي فقرر انه يشغل نفسه بحالة سيبال وحاول انه يلاقي حل، بس اكتشف ان موهبته في التشريح وتخزين المعلومات ما بقتش موجوده، وكل ده بسبب تشويش مخه بحاله والده. وجري قال لنازل فكرته ان والده كان طول الوقت بيأذيه ومش لازم يخليه يأثر عليه اكتر من كده، وقالت له انها تفضل جنبه وهو بيفكر. وفعلا فضل يدور طول الليل لحد ما النهار طلع، ونازل كانت نايمه على الكنبه جنبه، ولقى حل لحالتها وراح علشان يبلغ فرمان، فلقى والدته قدامه لكنه تجاهلها ومشي. ووقفت نازلي قالت لها انهم كانوا مصدر ألم لعلي طول حياته، فياريت ما يضايقهوش تاني، وسابتها ومشيت. اما علي فراح لفرمان وقال له انه لقى حل هيغير من سيبال وهيخليها تحب الاكل، وهي عمليه في المخ. لكن فرمان رفض الفكره وقال ان العمليه دي مجرد بحث في اوروبا، وسابه وخرج من الاوضه.
ولقى ترك قدامه بلغه انهم مش هيعملوا عمليه القلب لكن هيعملوا عمليه الدماغ. وطبعا عرف ان علي هو اللي اتكلم معاهم بالرغم من انه رفض العمليه، فراح له وتعصب عليه وقال له ان العمليه دي هتتم من جنب مركز الحب، وممكن وقتها تكره ابنها او ترك، وده هيأثر على ابنها وممكن يعيش نفس المأساة اللي عاشها بسبب كره والده ليه. ومع كل الكلام ده برضه علي صمم على فكرته ان مش مهم اي حاجه جنب انهم ينقذوا حياه شخص. وقتها قال لفرمان انه هيخلي القرار بايد المجلس الطبي اللي هيخليهم يجتمعوا بشكل طارئ وسريع. وفعلا حضروا الاجتماع وجابوا كمان سيبال معاهم، وقالت انها حضرت جلسات علاج نفسي كتير وبرضه ما قدرتش، وحتى الاكل الوريدي ما استحملتهوش، وانها موافقه على كل مخاطر العمليه لانها واثقه ان حبها لابنها عمره ما هيتغير. وخرجت مع علي وسابوهم ياخدوا القرار. وبعد شويه بلغوا دكتور عادل ان يتم الموافقه على العمليه واتمنى له ان العمليه تنجح واخدوها على العمليه. وفي الوقت ده كانت جولين خلاص مش قادره تحتفظ بالسر اللي عرفته وكانت عايزه تحذر بليز باي شكل، فخلت جونش ينادي على ديمير وقالوا له الخبر، لكنه قال لهم ان الموضوع ما يخصهوش وسابهم وراح على عمليه سيبال. وبعد العمليه اطمن على سيبال، واول كلمه قالتها لما فاقت هي انها جعانه، وجري ابنها وترك عليها وكانت فرحانه بيهم وحضنت ابنها جامد. بس اول ما خرجوا من الاوضه فضلت تعيط وقالت لعلي انها ما بقتش حاسه انها بتحبهم وكانت خايفه ان ابنها يكون لاحظ تغيرها معاه، فطلب منها علي انها ما تعملش ابنها بطريقه مش كويسه. وفرحتهم بالعمليه راحت. وخرج علي من عندها لقى ابنها قاعد بره بيعيط وقال له انه حس ان حضن والدته اتغير، فقال له علي ان وضعها ده افضل من موتها. وقعد فرمان وهو متضايق جدا من اللي حصل، فراح له علي وطمنه ان سيبال حالتها مستقره ويقدروا يعملوا عمليه القلب المفتوح كمان اسبوعين. لكن فرمان استبعده من العمليه وحذره انه لو اتخطاها او ما قدرش يسيطر على اعصابه تاني هيخسر وظيفته. فسابه علي وراح لوالده وقال له انه مسامحه، ومات والده بعدها وكانه كان مستني يسمعها منه. وحضر الكل جنازته ورجع علي لحياته وهو سعيد، وكان كل يوم علاقته بتقوى بنازلي وبكل اللي حواليه. ومرت الايام وعرفت بليس حقيقه حمل هين بعد ما بطنها كبرت وبقت رافضه انها تتكلم معاها بعد ما خلعتها وكدبت عليها وسابتها ومشيت. وقفت مع فرمان وهو هون عليها، وجت اشيليا ندهت عليه لان في حاله مستعجله فراح معاها وبعت لنازلي علشان تساعده. وكانوا 2 اصحاب عملوا حادثه، سيد وده كانت حالته مستقره وجنر وده كانت حالته صعبه، واخدوه للعمليات. وسيد كان هيتجنن عليه من القلق وقالوا انه صديق عمره زي اخوه. اما علي فكان واقف ودخل عليه مريض دراعه مجروح والدم في كل مكان وهو داخل بيهزر. ولما قرب علي منه علشان يشوف الجرح رفض المريض وطلب منه يديله الابر والخيط وهو هيخيط جرحه. فسابه علي وراح سأل الموظفة على نازلي ولقى المريض بدأ يعقد دراعه ويخيط جرحه. أما تانجو فكان مستني متدرب جديد يشتغل معاه بعد ما داملا سابتهم وراحت لمستشفى تاني براتب أكبر، وقال إن المتدرب ده كان ضابط في الجيش. وبعدها راح على العمليات علشان يساعد فرمان لأن المريض كان محتاج العملية في المخ وعملية في القلب، وبدأوا يتجادلوا هما الاتنين مين فيهم يبدأ عمليته الأول. لقوا علي بيقول لهم انهم ممكن يعملوا العمليتين في نفس الوقت، وطلب انه يكون المساعد لكنهم رفضوا. ومن الاصابات اللي ظهر قدامه قال لهم ان المريض اكيد كان في صندوق العربيه، وفعلا فاق جانير وقال لهم ان القاتل خطفه وحطه في صندوق العربيه. فخدروه وبدأوا العمليه وطلبوا من المساعدين انهم يتصلوا بالامن فورا. اول ما علي عرف ان القاتل مع نازل جري عليها، وكانت فعلا نازل مع القاتل وكان عمال يعيط على صديق عمره وطلب منها توصله ليه، وفعلا صدقته واخدته على كرسي متحرك. ولاحظت ان المستشفى مقلوبه والامن في كل مكان. لما جت تعرف في ايه ضربها المجرم وخلاها تفقد وعيها وحبسها في اوضه واخد بلطو علشان يهرب. بس اول ما لقى الامن دخل استخبى في مكتب هين، ولما شافها اخدها معاه وهددها انها لو عملت اي غلطه هيقتلها. وبرضه الامن رفض خروج اي حد، فاخدها المجرم لمخرج تاني وكانت خايفه ومرعوبه منه. فسمعت كلامه ودخلوا المكان المواسير وترجته انه يسيبها تمشي، وقربت من باب وفتحته بالمفتاح. وقبل ما تتحرك كانت ماسوره غاز انفجرت وهزت المستشفى كلها. وعلي كان هيتجنن على نازلي، والحريق انتشر في الدور اللي تحت كله، ونزل بليز وعادل علشان يطمنوا على الناس. وكانت الناس كلها بتخرج وعلي بيدخل علشان يدور على نازلي. وحتى لما منعوه وقالوا له ان الوضع خطر دخل وسط النار والدخان ولقى القاتل، وسأل عن الدكتوره اللي كان اخدها رهينه، ولقى المريض الغريب اللي قابله في الطوارئ في ايده طفايه حريق وبيطفي النار. وقال لعلي انه الدكتور المساعد الجديد. وفضلوا هما الاتنين يدوروا على نازلي، لكن المفاجاه ان لقاها مش نازلي. فعمل لها الاسعافات الاوليه ليها وللقاتل، وبعد شويه كانت المطافي وصلت ونقلوهم للاسعاف. كل ده ونازلي محبوسه في اوضه تانية مليانه دخان وبتختنق منها، وباقي الدكاتره والممرضين مشغولين مع كل الحالات اللي اتصابت من الانفجار. وعلي جري يدور عليها تاني، ودخل القاتل وهيل للعمليات، ورفض تانجو انه يشارك دوروك مساعده الجديد في العمليه، وبعته للطوارئ يساعد ديمير. واخيرا رجال الامن هم بيفتشوا على المصابين عرفوا مكان نازلي وبعتوا للمطافي علشان ياخدوها وعملوا لها الاسعافات الاوليه وبقت كويسه. واول ما علي شافها فرح جدا وجهز نفسه وراح للعمليات مع فرمان. وكان الحريق مضيع شكل هين خالص لدرجه ان محدش كان عارفها خالص، وكانت حالتها صعبه واما ينقذوها او ينقذوا الجنين. فاختاروا انهم ينقذوا الام وبدأوا عمليه الاجهاض. كان علي مش موافق على العمليه دي ومصمم انه ينقذ الجنين، وقرر انه يعمل عمليه قيصريه وينقذ الجنين. في
وفي الوقت ده كان تانجو ونازلي بيعملوا كل اللي في ايديهم علشان ينقذوا القاتل، وفعلا نجحوا في ده. وخرج من العمليات لقى صورة هين قدامه وعرف انها اخته، فدخل العمليات وزعق في علي لانه اهتم بالجنين وما اهتمش بالام، وحاول معاها وحقنها بالادرينالين علشان ينقذها، بس للاسف كانت خلاص ماتت اخته قدامه. وفضل يصرخ من الحزن وعلي مستمر في مكانه، واخد الطفله وخرج بيها من العمليات. وافتكر كلام هين ليه لما قالت له انها هتجيب له اخته وهتكون بتحبه جدا، فحضنها وفضل يعيط. وجه دكتور عادل والممرضه سلوى اخدوها منه وقال لهم المخ انقذ الطفله وقتل الام السيده هين. وكان في صحفي جوه متخفي علشان يعرف اخبار حصريه، وسمع علي وهو بيقول انه قتل هين. ولما فرمان عرف اللي حصل كان هيتجنن وراح واسى تانجو، ولما سأله على اللي حصل حكاله، فتعصب تانجو على علي وطلب منه يبعد عن وشه. ومشاه فرمان علشان يهدى، وقال لعلي ان في مصيبه كبيره وسابه مشي. وجات له نازلي بعدها وقالت له انه عمل الصح، ولو هي مكانه كانت عملت زيه. واخدته وخرجوا من المستشفى، فلقوا الصحافه مستنياه وخبر قتله لهين اتنشر. وبعدها اتعمل مجلس طبي للتحقيق في اللي حصل، واتحكم على فرمان بعقوبه خصم من مرتبه 6 شهور واخد لفت نظر، وكل ده بسبب علي. اما علي فكانت قضيته في المحكمه، قررت المحكمه تاجيل القضيه 3 شهور لحد ما الطبيب الشرعي يطلع تقرير كامل. واول ما خرجوا من المحكمه لقوا الناس والصحافه بيهتفوا ضدهم، ولما بعدوا عن الكل وقف فرمان كلمه وقال له ان من البدايه طلب انه يتساوى معاهم، يبقى لازم يلاقي طريقه لوحده، وسابه ومشي. رجع علي على بيته، بس لحظة موت هين ما كانتش بتروح من باله أبدا. فصحي من النوم لقى نازلة محضرة له الفطار وورد وعايزاه تفرحه بأي شكل، فجابت له مجلات طبية فرفض إنه يقراها، وفضلت نازلة وراه لحد ما ضحكته. بس للأسف الغلطة اللي ارتكبها علي ما أثرتش عليه لوحده، لكن أثرت على الكل، لأن الدكتور عادل اضطر إنه يسيب منصبه، وكمان فرمان، وحتى بليز اللي حاول فرمان إنه يقنعها إنها لازم تهتم بأختها لأن ما بقاش لاقي حد تاني، لكنها رفضت. وكان هين متدمر نفسيا لموت اخته لدرجه انه كان بينام في العربيه وطول الوقت ماسك الاسوره اللي كانت لابساها يوم ما ماتت وبيعيط. ودخل الدكتور عادل وطلب منه يقدم استقالته، فقال له عادل انه يقدم الاستقاله خلاص، وفهم انهم كلهم زعلانين على هين. اما فرمان فجمع كل المساعدين ومن ضمنهم دوروك وسلمهم حاله المريض فاتح اللي وصل المستشفى بعد حادثه. وكان فرمان متجنب علي خالص ومش مخليه يجاوب على اي سؤال، واداله ملفات كتيره وطلب منه يدرسهم، واخد الباقيين معاه للعمليات. وقال لعلي انه بيبعدوا عن المشاكل لان تانجو مش هيرحمه، وكان تانجو فعلا مش مستحمل حد ابدا. ومجرد ان ديمير اتاخر بعته على العياده الجديده وبعده عن العمليات. وبنرجع تاني لنازلي ودوروك اللي اكتشفوا ان مريضهم فاتح معاه واحده، بس طلعت مساعدته. اتصلوا بزوجته علشان ياخدوا موافقتها، بس اول ما وصلت استغربت ان زوجها مش مسافر زي ما كان قايل لها. ولما دخلت الاوضه ولقت المساعده بتاعته جنبه مسكتها ضربتها، ورفضت ان زوجها يعمل العمليه بعد ما خانها مع المساعده بتاعته. فدخل علي واتكلم معاه وطلب منها تديله فرصة يعيش ويكفر عن غلطته، فاقتنعت بكلامه ووافقت انها تمضي اوراق العملية. ومن ناحية تانية ظهرت بنت بفستان ابيض وقناع على وشها لدكتور عادل، وكان خايف تكون تايهة، فطلب من الامن انهم يشوفوا اهلها، بس لما بصوا في الكاميرات ما لقيوش حاجة. وظهرت له البنت تاني فطلع يجري وراها، ولما وقف يتكلم معاها حس انه تعبان، والبنت دي طلعت مجرد خيال لانها بنته اللي ماتت من سنين كتيرة. ووقع دكتور عادل على الارض وهو فاقد وعيه، ووصلت رسالة للكل بمرضه فجريوا عليه. وطلب تانجو من المساعدين انهم يحضروا اوضه العمليات واخدوها على الاشعه، واخد ديمير عليه علشان يبعدوا عن اللي حصل وما يخلوهوش يعرف حاجه. وعرفوا من الاشعه ان الدكتور عادل عنده ورم في المخ، ووقف الكل يعيط، وحتى تانجو كان متاثر جدا وزعلان علشانه، خصوصا ان حجم الورم كان كبير وقريب من كل مراكز الاحساس. وقالوا انه هيعمل العمليه وهتنجح وهيبقى افضل من الاول. وادت لهم الممرضه سلوى ورقه بالوكاله الطبيه من دكتور عادل لعلي، يعني علي هو اللي هيوافق او هيرفض العمليه. وما كانش حد من المساعدين عرف اللي حصل، بس لما شافوا دكتور هالوك شكوا ان في حاجه. وجت اشيليا وبلغت نازلي، ونازلي لقت علي عند الطفله واخدته الفرمان. واول ما قال له الخبر نزل عليه زي الصاعقه، وكان مش مصدق اصلا، وقال ان لو حالته كانت سيئه كده كان اكيد هيلاحظ. وسابهم وراح لاوضه الدكتور عادل وفضل يعيط وترجى انه يقوم. ولما عرف انه لازم ياخد قرار فوافق، وبدا يتناقش معاهم ويعرف تفاصيل العمليه وطريقه ازاله الورم. بس جات لهم سلوى وبلغتهم انه الدكتور عادل فاق، فراحوا له على طول ورفض العمليه، وقال لهم ان عاش طول عمره جراح وعارف ايه اللي ممكن يحصل له بعد العمليه، وعلشان كده مش هيعمل العمليه. وعيط علي من قلبه وقال له انه مش هيقدر يعيش من غيره، وترجاه يوافق على العمليه وودعه. وفقد وعيه، فصرخ علي ونادى على فرمان، ولقى ان حالته بقت حرجه جدا فحقنه بادويه. اما علي فما قدرش يستحمل، دخل اوضه الدكاتره وقفل عليه بالمفتاح وفضل يعيط. وكانت سلوى واصحابها قاعدين في الكافيتيريا زعلانين، فعدى عليهم دوروك وكان مستغرب من زعلهم فبعدوه عنهم. بس سلوى راحت وراه وطلبت منه ما يضايقش علي بكلامه. وكان علي في اوضه الدكاتره بيدور على حل لعمليه الدكتور عادل، وكان قافل على نفسه الباب، وحذرته نازلي انه ما يقدرش يعمل العمليه غصب ولا ممكن يتسجن، وبرضه ما اهتمش. وكان دوروك معدي وسمع كلامهم
فعرض عليه انه يساعده وقال له ان كل الحالات المشابهة اللي مرت عليه كانت نتائجها صعبة، وسأله هل هو مستعد انه يشوف استاذه وهو فاقد حواسه وبيتعالج علاج كيميائي لسنين ويشوفه وهو بيتألم ليل ونهار قدام عينيه. واول ما علي فتح الباب مشي دوروك، بس يا دوب مشي خطوتين وحس انه دايخ وتعبان، فطلع برشام من شنطته اخده وكمل طريقه. وراح علي الفرمان ولقى بليز عنده، وقالت لهم انه استاذ عادل عنده بنت اسمها فيردا وعايشه، وزي ما كان بيقول انها ميته بس سابته من زمن وعاشت مع والدتها بعد ما انفصلت عن دكتور عادل. واتصلت بيها بليز واتفقت معاه انها توصل الصبح، فاتجنن علي من الفرحه وقال انه دكتور عادل هينجو، فطلب منه فرمان انه يهدى ويرجع البيت. وتاني يوم صحي من بدري وقف استنى وصول فيردا، ولما عرف ان الطريق زحمه جدا اخد الاسعاف وراح ياخدها من المطار مع بليز لان ما كانش فيه وقت خالص وحاله الدكتور عادل عماله تسوق وتتاخر. ولما وصل المطار بداوا يدوروا عليها، وعرف علي اول ما شافها لانها شبه دكتور عادل جدا، واخدها ورجعوا بيها على المستشفى وطلبوا منها تمضي على ورق الموافقه، لكنها طلبت انها تشوفه الاول وكانت حالته اتاخرت جدا، ومع ذلك رفضت بنته انها تمضي الاوراق وقالت لهم انها مش جايه علشان تنقذه لكن علشان تودعه. ووقف الكل مصدوم. اخدت هي شنطتها ومشيت وهي بتعيط، فراحت بليز وراها علشان تفهمها الوضع، ولان الوضع بدا يتاخر جدا فقرر تانجو انهم ياخدوا اجراءات وقائيه على بال ما ياخدوا الموافقه. وبعد العمليه الوقائيه ما خلصت راح علي اتكلم مع فيردا زي ما هي طلبت. اما نازلي ودوروك فكان معاهم حاله الطفل اكين، وكانت والدته ماري هتتبرع له بالكليه. ولما والده وصل طردته ماري وقالت لاكين انه يبص له ويطرده من الاوضه، وفعلا طردوه وهو بيقول لاكين انه مش هيتخلى عنه وهيرجع له تاني. وكانت فيردا واقفه وشايفه كل حاجه، وراحت ورا الاب وطلبت منه ما يتخلاش عن ابنه، وراحت قابلت علي وقالت له ان والدها اتخلى عنها واختاره. هنا قال لها علي انه فهم انها زعلانه، لكن الحقيقه ان زعلها مش هيروح بموت والدها، بالعكس هتندم جدا، وطلب منها تسامح والدها وتمضي الورق، لكنها صممت على رايها وقالت له انه استاذ عادل ما بقاش والدها وسابته ومشيت. وكان علي مش عارف يتكلم مع مين، فراح للطفله ولقى ناس من الخدمات الاجتماعيه جايين ياخدوها، فرفض علي ومنعهم، وقالت لهم المسؤوله ان بليز هي اللي بلغتهم بنفسها القرار ده. فدخل فرمان وقال لهم ان الطفله مريضه ومش هينفع تخرج من الحضانه دلوقتي، فقالوا انهم هيرجعوا تاني ومشوا. وكانت بليز مع فيردا بتقنعها انها تسامح والدها، فدخل عليهم فرمان وقال لهم انهم يشبهوا بعض جدا في قساوه قلبهم، وهددها انها لو سلمت الطفله لدار الايتام مش هيبص في وشها تاني ابدا. وسابها وراح تابع باقي حالات المستشفى، واخد علي معاه علشان يشغله شويه عن التفكير في عمليه دكتور عادل، وكان دورهم هو استخراج كليه ماري. اما تانجو فكان معاه دوروك وديمير، وكان دورهم انهم ينقلوا الكليه لاكين. وقبل ما يحطوها مكانها دخل علي ومنعهم وقال لهم ان كليه المريضه التانيه ماتت، وبكده بقى في كليه واحده ليهم هما الاتنين. وكان القرار في ايد تانجو، اما يختار انه ينقذ الام او الابن. وبعد تفكير عميق قرر تانجو انه يختار الابن، بس قبل ما يدخلوا العمليات جه دوروك ووقفهم وقال لهم ان الاب هيتبرع بكليته، وبداوا يعملوا فحوصات ليه. وراح فرمان لتانجو فكروا انه اخد نفس قرار علي بانقاذ الطفل، بس تانجو رفض وراحوا على العمليات، وطلب الاب انهم ما يقولوش لماري ان هو اللي اتبرع لها بالكليه. وبعد ما العمليه خلصت والكل رجع على بيته، اخدت بليز فيردا معاها وطلبت منها تفكر تاني، وادت لها صورتها مع دكتور عادل وهي لسه صغيره. اتأثرت جدا لدرجه انها ما قدرتش تصبر للصبح ولبست هدومها وراحت زارته، وعرفتها سلوى على نفسها وانهم كانوا ناويين يتجوزوا، فاتضايقت فيردا ومشيت. وحال الدكتور عادل ساءت اكتر من الاول، وكان علي مشغول في حاجه تانية وهي منع مسؤول الخدمات الاجتماعيه من انه ياخد الطفله. والمره دي قعد قدام عربيتهم في الشارع، وحاول فرمان انه يقنعه يقوم، وقال له ان حاله الدكتور عادل اتاخرت ولازم يبقى عنده. وبص علي للطفله وقال لها ان كل اللي بيحبوهم بيسيبوه وبيبعدوا، وودعها وسابهم يمشوا. وبص فرمان للنازل نظره ذبحتها وطلب منها ما تنطقش اسمه تاني. وكان دكتور علي في العنايه المركزه فقد للوعي، وقعدت جنبه بنته وقالت له انه وحشها جدا ومفيش ولا يوم عدى عليها غير وفكرت فيه وتمنت انها تشوفه، على عكسه اللي نسيها واستبدلها بطفل تاني. ومع ذلك بتمنى انه يخف لكن بعيد عنها لانها مش هتوافق ابدا على العمليه. وخرجت من اوضته لقيت علي وكل موظفين المستشفى واقفين في وشها، وقال لها علي ان كل الناس دي بتحب دكتور عادل، وانه عارف هي عانت قد ايه، وطلب منها تسمح لهم يكونوا عيلتها الجديده ومتبقاش وحيده تاني. واخيرا قبلت وفرح الكل. وكملت كلامها وقالت ان عندها شرط وحيد، وانها هي اللي تعمل العمليه دي، ودي كانت اول مره يعرفوا فيها انها جراحه مخ، ووافقوا على طلبها لان ما كانش في حل تاني. وقبل العمليه حصلت انتكاسه للحاله وكان هيموت، بس انقذوا الموقف بسرعه وقعدوا في العمليه 6 ساعات، وكان لسه في بواقي من الورم بيحاولوا يشيلوها، وكان طول الوقت بتحصل مفاجآت في الحاله بس كانوا بيسيطروا عليها بسرعه. وبعد ساعات كتير قوي خلصت العمليه بنجاح، وكانوا فرحانين جدا، بس كان لسه فاضل يعرفوا نتيجه العمليه بعد ما يفوقوا. جت اللحظه الحاسمه وفوقوه. كان علي متوتر جدا وتاكدوا ان عينيه سليمه وبيقدر يتكلم. ولما بص في وشوش الكل وشاف فيردا فكر نفسه لسه بتجيله هلاوس وتخيلات، بس هي ردت عليه وقالت له انها موجوده، وسابوهم يتكلموا وخرجوا يحتفلوا مع الباقيين بنجاح العمليه ورجوع استاذ عادل ليهم.
وطلب دكتور عادل من بنته انها تقرب منه، فقالت له انها ما سامحتهوش وانقذت حياته علشان ده عمل انساني بس، فترجاها انها تقرب منه المره واحده بس. وفي البدايه رفضت وحست ان في حاجه غريبه، ولما سالته ماله قال لها ان نص اليمين كله اتشل. وفضل عليه يلوم نفسه يقول ان الدكتور عادل مش هيسامحه ابدا. وقالت فيردا انها هي المذنبه لانها هي اللي وافقت على العمليه، وعملوا له تحاليل واشعه علشان يعرفوا ان كان الشلل هيبقى دائم ولا مؤقت، وتاكدوا انه هيبقى دائم. وبكده بقى قدامهم 3 خطوات للعلاج، اولهم هي ابر اذابه الجلطات، وتاني حاجه العلاج الفيزيائي، والتالتة هي العلاج النفسي علشان يتقبل الوضع. طلبوا من علي انه يبلغه باللي حصل لحالته، وفعلا دخل له علي وقال له، وقتها عيط دكتور عادل وقال انه زمان مد ايد المساعده لطفله، ولما كبر ايده بقت عاجزه، وقال لعلي انه كان رافض العمليه علشان ما يبقاش عاجز عن مساعدته لما يحتاجه. وقال له علي انه هيبقى ايده ورجله، لكن دكتور عادل ما قبلش الوضع وفضل يعيط، فسابه علي وخرج. وراحت له نازلي وقالت له ان عندها حل، وهو انهم يحبوه ويخلوه حابب حياته في وجودهم. فوافقها علي في رايها وقال لها انه هيفضل جنبه لحد ما يتعافى. بس لما رجع لفرمان قال له تانجو انه مش مسموح له انه يهمل شغله ابدا، وطلب منه يتابع حالات المستشفى. وكان من ضمن الحالات دي حالة توشا، بنت عندها تآكل في مفصل الرجل وعملت عمليات كتيرة جدا وتحملت ألم كبير لحد ما زهقت وطلبت منهم يبتروا لها رجلها. بس نازلي فضلت تقويها وتشجعها، واول ما اخدت رأي دوروك قال لها ان توشا عندها حق والبتر هو افضل حل ليها. اما ديمير فبعد وفاة والده بقى مسؤول عن كل اعماله، وبقى بين الشركات وبين المستشفى وما بقاش عنده وقت لاشيليا خالص، وطول الوقت مرهق وعايز ينام. اما فيرمان وفيردا حاولوا انهم يدوا الدكتور عادل العلاج لكنه رفض، فكروا انهم يبداوا يدوا مهدئ ولما منفعش يخلطوه بالميه. وراح تابع باقي الحالات، فدخل عليه علي مره واحده وقال له ان ما ينفعش الطفله تفضل في دار ايتام كل ده، فطمنه فيرمان انه قدم طلب لتبنيها. ففرح جدا علي وقال عليه انه بطل. وبنرجع تاني لتوشا، وقال دوروك لوالدها ان في اطراف صناعيه صحيح غاليه بس هتبقى افضل من رجلها اللي مش بتقدر انها تدوس عليها، فوافق والد توشا على عمليه البتر. اما تانجو فقرر انه يعرض دكتور عادل لصدمه كهربائيه، ولما وقفوا قدامه علشان ما يعملش اي تصرف من غير رضا دكتور عادل، قال لهم انه المدير وهيعمل اي حاجه هو شايفها صح. فخرج فيرمان وهو متضايق جدا، ورفض طبعا انه يتكلم مع بليز، وراح لعلي ونازلي وعرف اخر تطورات حاله توشا منهم، وطلب تحضير اوضه العمليات علشان ينفذوا عمليه البتر. وراح اتكلم مع المسؤول عن التبني، وكانت كل حاجه ماشيه كويس لحد ما وصلوا لسؤال عدد ساعات شغله، ولان كان عددها كبير فاترفض طلب التبني. واتضايق فيرمان اكتر واتصل بعلي بلغه، وراح علي الدكتور عادل علشان يطمن عليه، فلقى تانجو جايب جونش وممرض تاني كتفوه وادوله الادويه بالعافيه، وطبعا محدش قدر يعترض. كل ده وما كانش علي يعرف ان دكتور عادل قدم استقالته بسببه. ولما سلوى قالت له دخله وكان متضايق جدا، فطلب منه دكتور عادل انه يسيبه ويخرج لانه ما كانش حابب يشوفه ضعيف كده. وكان فيرمان في الوقت ده في عمليه توشا، وكان عارف ان نازل ضد القرار ده، فطلب منها انها هي اللي تنفذ العمليه بنفسها، وقال لها اما تنفذ او تخرج. فاضطرت انها تسمع كلامه، وبعد ما خلصت كانت متضايقه جدا. ولما حاول دوروك انه يهزر معاها رفضت، فقال لها انها لازم تغير نفسها وتتجنب مشاعرها وتبعد عن شغلها. ولما روحت برضه ما كانتش عارفه تنام ولا هي ولا علي لان يومهم كان صعب جدا. وبنشوف فيردا اللي قررت انها تعيش في المستشفى بدل الفنادق، وقابلت فيرمان اللي كان هو كمان بايت في المستشفى علشان سايب بيت بليز، وفضلوا سهرانين مع بعض طول الليل يتكلموا ويهزروا. اما علي فشكله هيوقع نفسه في مصيبه جديده، فراح للطفله لدار الايتام زارها وقعد جنبها واتكلم معاها فتره وادالها الارنب بتاعه. وتاني يوم راح للمستشفى وقدم استقالته لتانجو، وقال له انه هيتعين في دار الايتام اللي فيها الطفله علشان يفضل جنبها، وده هيكون اخر يوم ليه في المستشفى. ودخل اطمن على توشا وورى لها والدها الاطراف الصناعيه اللي اشتراها لها، وحذرها علي من انها تجربها قبل مرور 3 شهور، لكنها كانت متحمسه جدا. واول ما خرجوا جربتها، وطبعا جرحها اتفتح ودخلوا تاني للعمليات. فعرفت نازلي بالصدفه ان علي استقال بعد ما الخبر انتشر في المستشفى كلها، وراح مضى على كل اوراق الاستقاله وهو زعلان. وقبل ما يمشي لقى نازلي قدامه بتعيط لانه ضحى بحلمه، وفي الاخر هتيجي عيله وتاخد البنت وهيبقى لوحده. فقال لها انه سعيد بقراره لان الاخوات بيعملوا كده مع بعض. فقالت له ان اخوه مات ومالوش اخوات تانيين، وخطيبته هي اللي موجوده وحزينه، وطلبت منه يسحب الاستقاله لكنه رفض. ولقى فيرمان بعدها جاله ولامه على استقالته وقال له انه هيندم على اللي عمله، وبلغه انه رفض استقالته واخده معاه لاوضه العمليات، وقال له ان دي هتكون اول عمليه ليه كدكتور رئيسي، وكانت عمليه زي دوديه. وبعد ما خلص قال له فيرمان انه مش لازم يتخلى عن حلمه ويسيب اوضه العمليات بالبساطه دي. بس لما علي صمم على رايه احترم فيرمان قراره وقال له انه هيفضل اخوه. وراح علي بعدها لنازلي اللي كانت مش مبطله عياط ابدا، وقالت له انها مستحمله كل حاجه، هو بيحبها وراضيه بكل حاجه مش عاديه، لكن كمان ليها طلبات وهي انه يحترمها وياخد قراراته معاها. طلبت مني تاني انه يسحب استقالته لكنه رفض، وخرج من المستشفى من غير ما يودع حد. ولا بليز جت وراه وطلبت منه يروح معاها لمكان، واخدته ودخلت بيه المستشفى ودته لمكتبها، وهناك لقى الطفله وقالت له انها استردت اختها. ففرح جدا علي وكان هيطير من الفرحه.
بس بعدها حس بالندم ان استقالته كانت على الفاضي، لكنها جابت الاستقالة وقطعتها وقالت له انها صاحبة المستشفى ومن حقها ترفض استقالته. وكان تانجو وفرمان لسه ما يعرفوش حاجة، وراحوا للدكتور عادل علشان يقنعوه للعلاج لآخر مرة. وأول ما فتحوا الأوضة لقيوه مش موجود، وقال لهم الأمن إنه خرج مع دكتور علي. وكان فعلا أخده بالإسعاف ومشي بيه بسرعة قبل ما حد يوقفه، وأخده على جنينة بعيدة على كرسي متحرك، وفكروا إن عمل معاه كده زمان لما حس إن حياته ملهاش معنى، وقال إن الموت كان أفضل ليه. وقتها قال له علي إن الحياة فيها حاجات كتير يستحق إنه يعيشها ويستمتع بيها، والجملة دي كانت سبب تمسكه بالحياة ونجاحه فيها. واخيرا اقتنع دكتور عادل بكلامه وفهم ان الناس اللي بتحبه تستحق منه انه يعيش معاهم، وطلب من علي انه يوديه لفيردا بسرعه قبل ما تسافر. وفعلا اخدوا على المستشفى بسرعه وشافوها وهي راكبه تاكسي، فمشوا وراها بالاسعاف لحد ما شافتهم ووقفوا العربيه. ونزل دكتور عادل ليها وطلب منها ما تمشيش، وقال لها ان زمان بعد ما سافرت لنيويورك بيومين اتصل بيها، بس والدتها قالت له ان فيردا بتكرهه ورفضت تخليه يكلمها. ده غير انه سافر لها كتير وبرضه رفضت والدتها انه يشوفها، وما عداش عليه يوم الا وكان بيفكر فيها لحد ما قابل علي اللي فقد عيلته واحتضنه علشان يعوضوا بعدها. ترجاها تفضل وما تسيبهوش لحد ما وافقت، فشكرها علي وقال لها انها تبقى اخته. والليله دي كانت ليله تصالح، لان الكل اتصالح مع عيلته، وقعدت بليز مع اختها وقالت لها انها تبقى اهم حاجه في حياتها. فدخل فرمان وقال لها انه هيساعدها في كل خطوه، وراح على تحت بلكونه نازلي وفي ايده بالونات كتير علشان يصلحها. كان محضر لها قعده وشموع في الجنينه، وقال لها انه سحب استقالته وقعد انه يعمل كل حاجه تسعدها. تاني يوم بدأ تانجو في انه يفرض سيطرته على الكل، وعمل منافسه بين فيرمان وفيردا، وطلب منهم يكونوا فريق، واختار فيرمان وعلي ودروك، واخدت فيردا نازلي وديمير. ووصلت عربيات الاسعاف بحالات من حادثه طلق ناري، وكانت الحالات عباره عن اغلو 13 سنه ووالدته صافي 35 سنه، وكانت حالتها صعبه جدا. وعرف علي ان الرصاصه ورا قلبها وكان لازم يخرجوها فورا والا هتموت. وفعلا فتح علي مكان الرصاصه واخدوها على العمليات فورا. اما اغلو فكانت رجله مكسوره وكمان مش حاسس بيها خالص، فقلبوه على ظهره علشان يعرفوا السبب، ولقوه مصاب برصاصه في ظهره واخدوه كمان على العمليات. وتانجو في ايده ورقه وقلم وبيراقب الكل وبيكتب عنهم ملاحظات. وبعد ما فيرمان وفريقه خرجوا الرصاصه من المريضه واستغربوا ان الرصاصه ما اثرتش على اي عضو، اخدوها للاشعه. اما علي فراح لبليز وحضر معاها مقابلات المربيات، وكان مش عاجبه ولا واحده فيهم. اما نازلي وديمير فراحوا اتكلموا مع والد اغلو ووصفوا له حالته وطلبوا منه يوافق على العمليات، ولقوه في حاله صدمه وبيتوعد المجرم اللي عمل كده. وبعد ما اخدوا منه الموافقه دخلوه على العمليات، وخلت فيردا المساعدين هم اللي يشتغلوا بايديهم، وكانت اعصابها هاديه جدا. وبعد ما خلصوا العمليه كانوا مبسوطين جدا. ولما جه الوقت اللي هتفوق فيه صافي، دخل لها فريق فيرمان وفوقوها وطمنوها ان ابنها بخير. وهي بتتكلم معاه اتألمت جامد وعرفوا ان عندها نزيف داخلي، فاخدوها على العمليات تاني بسرعه، واكتشفوا ان الامعاء الدقيقه كلها اتأذت وحطوا لها كيس خارجي. واي استراحه كان علي بياخدها كان بيروح فيها لبليز وبيفضل يتدخل في كل حاجه، لدرجه ان خلاها تفقد اعصابها، وراحت اشتكته لفيرمان وترجته ان يجيب لها مربيه لان علي مشى كل المربيات. تاني يوم بقى راحت على المستشفى، ووصل لها تقرير الطب الشرعي في قضيه هين وكان ضد علي، وراحت بلغت الدكتور عادل فقال لها انه هيعارض، فسابته بليز وراحت نامت لانها ما نامتش طول الليل. ولما فيرمان صحاها وهزر معاه سابت له البنت وقالت له انها تبقى مسؤوليته من دلوقتي. وطبعا فيرمان اداها لعلي ودخل علي قابل المريضه وهي على دراعه، وقال لها دروك ان لو في نزيف فهتضطر انها تعيش بالكيس طول حياتها. بس هما بيتكلموا وصلوا لنتائج تحاليلها وعرف ان مفيش نزيف وبلغها وفرحت جدا، وبكده يبقى عالجوا مريضتهم قبل الفريق التاني. بس تانجو رفض ان يحسب ده مكسب لان الفريق التاني كان عالجوا اغلو بعد 3 دقايق، فقال لهم تانجو ان اللي هيعالج المريض الاخير هو اللي هيبقى كسبان. والمريض ده هو زوج صافي اللي بقى عنده توتر وقلق وشاكك في كل اللي حواليه انهم ممكن يطلعوا هم اللي ضربوا الرصاص على عيلته. فراح علي ونازل اتكلموا معاه، وراح ديمير ودروك بحثوا عن حل في الانترنت لحد ما علي لقى خبر القبض على المجرم وساب الكمبيوتر لنازلي. ولما قعدت عليه عرفت الخبر وراحت بلغت المريض بالخبر، وقتها استرد وعيه واطمن ودخل اطمن على صافي واغلو. وبكده فريق فيردا هو اللي كسب. ما قدرش دروك يتحمل الخساره دي وخرج وهو متضايق، فراح ورا علي وطلب منه ما يزعلش لانهم نجحوا. وفضل دروك وراه لحد ما قال له حقيقي ان هو اللي لقى الخبر وسابه لنازلي. وكان علي بيحاول انه يسعد نازلي باي حاجه، وكان عارف انها بتحب الحفلات، فبعت رساله لكل اصحابه مبلغهم ان في حفله ببيته. فعلا الكل راح له ووقف علي في وسطهم مش قادر يستحمل الحركات العشوائيه بتاعتهم، ولسه كان هينفجر فيهم لقى نازلي جت شكرته وقالت له انها مبسوطه جدا، فما قدرش يتكلم. وكمل الموضوع لما دوريك وصل وكان جايب معاه كمان حارس امن المستشفى. ووصلت فيردا بعده وطلبت منهم يعلوا صوت الموسيقى علشان يتبسطوا اكتر، وكان الكل فعلا مبسوط ما عدا علي اللي كان متضايق من كل حاجه. طبعا ولا بليز ولا فيرمان راحوا الحفله لانهم قعدوا مع الطفله في المستشفى، بس تانجو هو كمان قرر انه يساعدهم ودخل على بليز مكتبها وفي ايده المربيه باشاك وشكر فيها جدا وقدمت لها وشاك الملف بتاعها، فقابلتها بليز على طول وما كانتش عارفه تشكر تانجو ازاي. وفي الحفله كان الكل بيستفز دروك وبيقول عليه خسران لحد ما قال لهم حقيقه اللي حصل وانهم كسبوا بسبب مساعده علي.
فاتضايق جدا نازلي وراحت واجهت علي وسألته لو كان عمل كده لأنه شايف إن قدراتها قليلة ومش هتقدر تكسب لوحدها، وقالت إنه بسببه اتحرجت قدام أساتذتها وكل زمايلهم، وكانت زعلانة منه جدا وراحت قعدت لوحدها. فراح وراها، وأول ما دريك شافه متضايق كده أخد بعضه ومشي، ووقف علي يراقب كل حركات اللي حواليه والأكل اللي بيقع منهم على الأرض وعلى الترابيزات، وكان مش قادر يستحمل أكتر من كده. فخرج من البيت وأخد العجلة بتاعته ومشي بيها. أما بليز فكانت هي كمان مروحة مع المربية الجديدة والطفلة، وشكرت تانجو فقال لها ان الطفله دي جزء من اخته وامانتها اللي سابتها لهم كلهم، وطلب منها تسميها، وان هي كانت مقرره انها تسميها ليلى، ولو الاسم عجبها فممكن تسميه لها. وليلى ده كان اسم والدة بليز، فتأثرت جدا ووافقت على الاسم. ومن ناحية تانية مشيت فيردا هي كمان من الحفلة وراحت لوالدها، وفضلت تستفزه بالكلام على علي لحد ما اتعصب عليها وحرك ايده فضحكت وفرحت وقالت له انها كانت قاصدة تعمل معاه كده وتستفزه علشان تتأكد انه ممكن يخف، وان كل اللي عنده ده مجرد مرض نفسي هيخف منه. واكدت له انها بتعتبر علي زي اخوها ومش واخدة موقف ضد سلوى خالص. وفي الوقت ده كانت نازلي لاحظت ان علي مش موجود، وفضلت تدور عليه في كل ركن في البيت، ولما ملقتهوش قالت لاصحابها الموجودين، وفضلت تلوم نفسها انها سبب في زعله وما كانتش عارفه هو راح فين في وقت متاخر زي ده. وكان علي عند فرمان في البيت ودخل على اوضه الطفله من غير ما يتكلم ولا كلمه واحده، ونام على السرير اللي جنبها. ولما فرمان جه يكلمه ترجاه يسيبه نايم جنب الطفله، ووافقت بليز كمان على طلبه وسابوه وخرجوا من الاوضه. فضل علي يفكر في كلام نازلي ليه بانها مش عايزه علاقه زي دي تاذيها في شغلها، بس يا ترى علي هيقرر انه ينسحب من حياتها بعد الكلام ده؟ ولو قرر انه يستمر يا ترى هيعملوا ايه في شغلهم؟ ده بقى اللي هنعرفه في الحلقه اللي جايه. فلو عجبتكم حلقه النهارده ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار الحلقه الجديده.